انت بتصلي يا بنتي؟ انت مجنونه ولا ايه؟ سيبي الصلاه دي بقى وكملي في حياتك البايظه اللي انت فيها دي. انت محجبه، في واحده محجبه بلبسك ده وبطريقتك دي. ده في واحده محجبه بتروح تحضر حفلات، في واحده محجبه بتروح تسمع اغاني وتتفرج على التلفزيون. لا بقى حجابك ده لما تبقي مؤهله للحجاب ابقي البسيه احسن. ازاي بتصلي وانت بتلبسي بقى كروب توب وبنطلونات ضيقه وبتنزلي تخرجي مع صحابك وتسمعي اغاني والكلام ده كله؟ يا بنتي انت حياتك كلها بايظه. سيبي الصلاه، الصلاه ليها ناسها مش لكل الناس، الصلاه ليها ناسها بجد. دي كومنتس بنسمعها في قعدات عائليه، تجمعات، صحاب، سوشيال ميديا، فلوجز. لما اي بنت بتنزل فلوج ان هي بتصلي محجبه الكلام ده، بس تعمل حاجات غصب عنها في حياتها تانية حرام عشان بني ادمين وربنا دايما يهدينا للاحسن. دي بتبقى الكومنتس اللي بتتقال لها على طول. احنا بقينا في زمن بنحلل على مزاجنا ونحرم على مزاجنا، بندخل اللي عاجبنا الجنه وبندخل اللي مش عاجبنا النار. استغفر الله العظيم. ربنا لوحده هو اللي يقدر يقرر مين يخش الجنة مين يخش النار، مين أعماله مقبولة مين أعماله غير مقبولة. مهما كان الشخص اللي قدامك ده، يعني اللي هو ده سبحان الله ده نبي، استغفر الله العظيم. يعني ده ايه ده؟ ازاي كده حياته بيرفكت؟ ممكن الله اعلم ممكن ما يدخلش الجنة عشان الله اعلم حياته بيعمل ايه فيها بجد، مش اللي هو اللي قدام الناس. وحد تاني تقوله ده خلاص انسوا، ده هيخش النار زي ما انتوا بتعملوا كده، وسبحان الله يخش الجنه. الناس بقى اللي بتكتب الكومنتس للبنات، وانت ازاي بتصلي وانت بتصلي بلبسك ده وبشعرك وتسمعي اغاني وبتحضري حفلات وبتسافري الساحل والكلام ده. والتجمعات العائليه لما تشوفوا بنوته بتصلي وتقعدوا تتريقوا عليها، انتوا ناس كبيره المفروض عاقله والمفروض انتوا بتربوا وكبار وكده، فتقعدوا تتريقوا على البنت وتقولي لها يا بنتي انت بتصلي ازاي وانت بشعرك ده؟ يعني انت بتقلعي الاسدال وانت بشعرك كده؟ يا بنتي احنا في الساحل، انت بجد بتصلي الصبح صلاه الظهر وتنزلي تروحي البحر بالمايو وتقعدي مع صحابك بنات وولاد، وبعد كده تطلعي تصلي تاني وتنزلي تسهري بالليل؟ انت فاكره نفسك حياتك تمام؟ انت كده منافقه، انت كده عمرك ما تخشي الجنه. سيبي الحاجات دي وصلي وانت تخشي الجنه ان شاء الله. انت عارفه انا مع كل حاجه غلط هي ممكن تكون بتعملها، بتلبس غلط على البحر، بتنزل تسهر بالليل، بتعمل كل حاجه غلط. انت عارفه ان ممكن تبقى دي الصلاه الحاجه الوحيده اللي تخليها حياتها تتشقلب تبقى حاجه تانية؟ بدل ما كانت بتلبس سويم سوت اوفر قوي تبدا تلبس حاجه احسن، تبدا تلبس حاجه احسن. تبدا وهي رايحه تسهر لا هي مش عايزه تسهر اصلا. لا طب انا هسهر بس هلبس احسن ما كنت بلبس، انا مش هلبس قصير تاني، انا مش هلبس كات تاني. تبدا واحده واحده تلاقوا البنت دي هي البنت السنه اللي بعدها بقت محجبه، بتسافر برضو الساحل وكل حاجه بس اتحجبت. ليه؟ عشان هي بتصلي، عشان هي قريبه من ربنا، عشان هي دايما ربنا معاها ودايما ربنا بينهيها عن الفحشاء والمنكر. دايما بقت ضميرها بيأنبها طول الوقت وشايفه ان الحاجات اللي هي بتعملها ما يبقاش ينفع ان هي تعملها، ما بقتش مرتاحه وهي بتعملها. طيب ماشي، سمعتوا عن سوره العنكبوت في القران الكريم يلي بتحللوا وتحرموا على مزاجكم وتكفروا وتدخلوا للناس الديانه بمزاجكم؟ سمعتوا عن سوره العنكبوت فيها ايه بتقول ان الصلاه تنهي عن الفحشاء والمنكر؟ عارفين ده معناه ايه ولا مش عارفين؟ عارفين ان واحده ممكن تبقى عشان هي بتصلي بس حياتها كلها غلط في غلط، حياتك كلها ما بتعملش اي حاجه صح غير ان هي بس بتصلي؟ انتوا عارفين ان هي ممكن الصلاه دي هي اللي تخليها تبطل كل حاجه وحشه هي كانت بتعملها وتبدا تبقى واحده تانية خالص بعد فتره من صلاتها دي؟ طب انتوا عارفين ان ممكن الكومنتس بتاعتكم يا اهالي يا قرايب يا صحاب يا ناس على السوشيال ميديا بتقولوا البنت انت يا بنتي حياتك بايظه، انت يا بنتي كافره، انت يا بنتي ما بتصلي بمناسبه ايه؟ صلاتك دي مش مقبوله، لازم اصلا تبقي محجبه عشان صلاتك تتقبل. انتوا عارفين ان هي ممكن تسيب الصلاه بسببكم، بسبب كلامكم، بسبب تنظيركم؟ الحاجه الوحيده الصح اللي هي بتعملها، الحاجه الوحيده اللي كانت ممكن تحول حياتها من بني ادمه بتغلط وبتعمل حاجات غلط كتير لواحده تانية خالص حياتها كلها احسن فاحسن. وربنا نزل الايه دي ليه يا ترى؟ ما سالتوش نفسكم؟ نزلها عشان هو عارف ان احنا بني ادمين وبنغلط وبنعمل حاجات غلط كتير، ستات ورجاله. فربنا نزل الايه دي عشان يقول لنا كملوا صلاه، عشان الصلاه دي هي اللي هتخليكم تبطلوا اي حاجه وحشه بتعملوها. انا دلوقتي لما ابقى مصليه الظهر والعصر والمغرب ونزلت اقعد مع صحابي وجابوا سيره واحده او جابوا سيره حد، انا عشان لسه مصليه هحس اللي هو لا انا ازاي اتكلم على الناس، انا لسه مصليه دلوقتي ما ينفعش اتكلم على حد، فلاقي نفسي لا انا مش حابه اتدخل في الموضوع بتاعهم اللي هم بيتكلموا فيه، او كمان بحاول انصحهم ان يا جماعه لو سمحتوا ما نتكلمش على حد. طب انا واحده صليت صلواتي الخمسه وجايه هنزل مع صحابي او مع قرايبي او هنزل عموما من البيت، فهاجي البس اللبس الطبيعي اللي انا كنت بلبسه، وبعدين هاجي ابص في المرايه كده هقول بجد هو انا كنت لسه لابسه الاسدال وبصلي قدام ربنا انا هلبس كده؟ لا، هيبدا ضميري يأنبني، هبدا احس ان في حاجات لا انا كنت بعملها انا ما بقتش حاسه ان هي كويسه، ما بقتش حاسه ان هي تمام، ما بقتش راضيه عن نفسي وانا بعملها. ليه؟ عشان الصلاه بتنهي عن الفحشاء والمنكر. فالصلاه واحده واحده هتبدا تغير حياتنا كلنا للاحسن لما ننتظم في الصلاه. اوعي تسمعي كلام حد يقولك
سيبي الصلاه، ولما تبقي حياتك كويسه ابقي صلي. لا، هو ربنا مش عايز كده، وربنا عايزنا نصلي واحنا بنعمل الغلط ده ونكمل في الصلاه، عشان الصلاه هي اللي هتخلينا نبقى احسن. الحجاب نفس الكلام، ما ينفعش نبعت لواحده نكتب لها كومنت انت بتلبسي يا بنتي انت محجبه ليه، لما تبقي عارفه تلتزمي بالحجاب تبقي تحجبي. لا، هو لما هي تبقى محجبه على الاقل هي محتشمه، تبدا واحده واحده تصلح من نفسها. فين بسبب تنظيركم، بسبب تنظير اي حد بينظر على حد بيصلي في تجمع عائلي بقى ولا في السوشيال ميديا في اي حاجه. لما تيجي تقولوا لهم انتي بتصلي ازاي وانتي حياتك بايظه كده، ولا انتي بتخرجي، ولا انتي ازاي اصلا لابسه الاسدال على كات ولا على نص كم، ولا هتنزلي بشعرك بعد كده، يا بنتي انت صلاتك غير مقبوله. انت عارفه ان بسببك ممكن هي تسيب الصلاه اللي هي الحاجه الوحيده الصح في حياتها اللي كانت ممكن تعدل لها حياتها كلها تبقى احسن، تسيب الصلاه بسببك، وانت اللي هتاخدي الذنب في الاخر، وتبقي بقى ما عملتش حاجه كويسه في حياتك. ما تبقيش حتى نصحتيها نصيحه كويسه، ولا تبقي لو انت شايفه حاجه غلط فلازم تتكلمي. اديكي خليتيها تسيب الصلاه، اديكي خليتيها بعد ما كانت منتظمه في الصلاه تبدا تقطع في الصلاه. ما انا كده كده حياتي بايظه، ما اسيب الصلاه بقى وخلاص، ما الصلاه مش هتفرق فعلا زي ما طنط قالت. لما نشوف حد بيعمل حاجه كويسه نشجعه عليها ونخليه يكمل فيها ويبقى احسن، مش ننظر عليه ونتريق عليه ونقول ايه ده، بصوا لابسه ايه اصلا وبتصلي، بصوا مش عارفه ايه ومحجبه، بصوا مش عارفه ايه. لا، يا تقولوا كلمه طيبه يا تسكتوا خالص. واتقوا خيرا او لتصمت. ما تفتكروش ان كلامكم وتنظيركم ده هو اللي هيخليكم احسن عند ربنا. جدا طنط في التجمع العائلي او اي بنت بتكتب على السوشيال ميديا كومنت سخيف، ممكن تبقى هي محجبه وبتصلي بس بتعمل كوارث الدنيا والاخره وفاكره ان هي كويسه وتمام، فما حدش بينظر عليها، فهي بقى بتنظر على الناس. طب بتتكلم على الشعب المصري كله، بتتكلم عن الناس، بتجيب في سيره كل الناس، فاكره ان هي كده هي تمام عشان هي محجبه وبتصلي. لا. وكلامي ليكي كبنوته بتصلي صلواتك كلها وبتحاولي دايما تنتظمي، بتحاولي دايما تصلي كل صلواتك في مواعيدها، اوعي تسمعي كلام حد، اوعي تبطلي تصلي عشان خاطر اي حد قالك اي حاجه. كملي على صلاتك وحاولي ان شاء الله كده مع الصلاه ومع الدعاء على طول ان ربنا يهدينا جميعا، تبداي واحده واحده تلاقي نفسك بتبقى زي الحاجات اللي مش كويسه والحاجات الوحشه، بس ما تسمعيش كلام حد عشان الناس بتنظر وخلاص. الناس عايزه اي حد يبقى بيعمل اي حاجه غلط عشان تخش تنظر عليه وتكتب له كلام وحش وخلاص.